الصراحة ما كان أدائهم جيد أبدا، يعني نحن قلنا في البداية إنه في بالأول الدوري أو أول اللعبة كانوا جيدين، بس بعدين يا أخي بداية الشوط الثاني انتهوا اللعيبة، ما مش لعيبة منتخب الأردن هذول أبدا. مش منتخبنا هذا. وين التشكيلة اللي كانت رئيسية؟ وين تبعهم؟ وين لاعبيننا؟ وينهم؟ موسى التعمري تعبان. موسى التعمري اليوم ما لعب. الفجر جماعة اليوم. بس يعني وخلص كويس وصلنا نص النهائي يعني. الأردن اليوم ما في وسط، كلهم على الجناحين يمين وشمال. موسى التعمري اليوم كان مستهلك، حركاته محفوظة، ما عمل شيء بالمباراة ولا سوى شيء بالمباراة، كان لازم يطلعه من أول المباراة. اللعيبة البقية بالمنتخب ما لعبوا بروح، المنتخب الفيتنامي أخذ دور الأردني. داخل بثقة زيادة المنتخب، وتفاجأ بتكتيك قوي جدا من فيتنام. يعني حتى أثناء اللعب كان المدرب الفيتنامي قاعد ببدل، لعب بخطة، بعدين الشوط الثاني لعب بخطة، والإضافة الأول لعب بخطة، والإضافة الثانية لعب بخطة. اللي حصل إنهم استهانوا بالخصم. فيتنام لعبوا بتصفيات مرتين، بالأردن لعبوا تعادلوا واحد جميع، وفيتنام واحد الجميع. فالخصم صعب، رغم إنه يعني مباراته مع العراق 3-2 مع إيران، أقوى منتخب آسيا خسر فيها. المباراة الثالثة تأهل، يعني منتخب مو سهل، فهم كانوا مستهانين، خاصة بعد الجول الأول لما سجلت الأردن استهانوا كثير، لعبوا واخذوا اسلوبهم الارضي، والاردن ما قدر يطالع معهم الصراحه. يعني السبب كان هي مباراه فلسطين، انك تلعب الاساسيين وانت ضامن التاهل. يعني عندك خليل، عندك بهاء، كانوا ماسكين النص الملعب، انت لاعبين ارتكاز، يعني المفروض انك ريحتهم من البدايه من مباراه فلسطين. انت قاعد تلعب بطوله وانت ضامن مركز اول. شفناهم اليوم مش قادرين يركضوا، شفنا خليل ماسك اجره العضله الخلفيه، يعني بهاء قدم شوي، أمام باقي المنتخب ما قدم شيء. والله صراحة زعلانين. للأسف قراءة المدرب اليوم كانت خاطئة، اعتمدنا على الثلث الأخير على موسى التعمري، اليوم موسى ما كان في يومه. تفاجأنا بسرعة وتطور الكرة الفيتنامية، بصراحة فريق سريع بيلعب كرة على الأرض، بشكل علينا خطورة، وللأسف المدرب أصر على نفس الخطة، اعتماد أنه يجيب هدف سكر المنطقة الخلفية، بس للأسف اليوم الأردن والنشامة ما كانوا بحظهم. هارد لك لمنتخبنا، أتمنى للعرب البقية إن شاء الله، السعودية، الإمارات، البقية يرفعوا رؤوسنا. احنا لسه فخورين بالمنتخب، المباريات اللي سواها قدمها، واليوم صراحة ما قصروا، بظلوا بقلوبنا ومش زعلانين منهم، ونصيب، هي هيك الكرة، فوز وخسارة. الشباب لعبوا أدوا اللي عليهم، كانوا رجال بالملعب ما شاء الله علينا. احنا شجعنا لاخر هاي، بس هارد لك، يعني هاي كرة القدم، فوز وخسارة. تركت الشغل وطوشت مع العيلة كلها عشان اجي وخسروا، والله نكد. خلص استهونوا في المباراة وما لعبوا مزبوط. التغييرات خربت كل شيء بصراحة، بطل في هجمات خطرة، صار فيتنام ماسك الملعب. الحمد لله، شو بدنا نحكي، هذا اللي جانا، الحمد لله رب العالمين. كنا نتمنى الأردن تفوز، بس أكيد الفيتناميين الشوط الثاني لعبوا كويس، بيستاهلوا يفوزوا. لعبوا كتير حلو، بس برضو الفيتناميين كانوا كتير هجومهم قوي، كان في خطر كتير على الجول الأردني. الأردن شاف حاله متقدم، أول إشي كان ماسك اللعب كويس، شاف حاله متقدم، اللعيبة تهاونت بمنتخب فيتنام. فيتنام هجم هجمة، جاب جول، رجع غطى وراه، راح المدرب زاد الطين بله، راح طلع أفضل لاعبين في الأردن، يعني أفضل لاعبين في الأردن راح طلعهم. غلط الغلطة هاي، وراح كمان بركلات الترجيح، نزل لاعبين يلعبوا ركلات ترجيح، في ناس أكفأ منهم وعندهم خبرة أكثر. هاي مباراة إقصائية، ما بنزل لاعب لسه عمره 20 سنة يشوت ركلة جزاء مباراة إقصائية. المباراة الإقصائية بدها لاعيبة عندها خبرة تشوت ركلات ترجيح. دائما دور المجموعات شيء ودور 16 شيء ثاني، يعني في أفريقيا كثير لعبت في دور المجموعات، دور الخروج المغلوب خلص هي 90 دقيقة، إذا لعبت كويس كملت، ما لعبت كويس انتهت كل أحلامك. ما عندي أي تعليق اليوم، منتخب الفيتنامي كان منظم، مبروك عليهم، يستاهلون تأهل، وهردك للمنتخب الأردن. إن شاء الله إنه يعني دائما هاي أخطاء تكرر في كل البطولات، فأتمنى إنه فعليا يكون في حل حقيقي. مدربنا بتحمل مسؤولية كاملة فنيا، أنا بحكي لك، احنا مدربنا نجح بالدور الاول مع منتخبات كبيره زي استراليا، انك تلعب دفاع وتلعب على الهجمات المرتده، وهذا الشيء كان بالنسبه لنا كشعب اردني مبسوطين عليه، لانه هاي القدرات تاعت لاعبينا، انه نلعب دفاع وهجمات مرتده ونفوز. اما انت اليوم تلعب قدام فيتنام، مع احترامي لفيتنام، انت فيتال لازم حضرت لمباراه زي هاي، فريق فيتنام بده يدافع قدامك، تنزل دفاع قدامه. لعبوا حلو بالبداية، وكنا متشجعين متحمسين، وكنا بنتمنى انه منتخب الأردن يفوز، بس نقدر نحكي good luck.